السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم حبايبي في قناتي مطبخ ايمان. وارد ان احنا نكون غاليين اللبن ومستخدمينه وهو حليب، وبعد ما بيبرد بندخله التلاجة، فتيجي تستخدميه تاني يوم وانتي اثناء ما تيجي تسخنيه تبص تلاقي اللبن قطع معاكي او راب كده. وطبعا الموقف ده ممكن يحصل لنا خاصة في فصل الصيف، او مثلا لو التلاجة التبريد بتاعها ضعيف شوية. وهنا انا خدت القشطة اللي على وش اللبن حطيتها في طبق كده على جنب. دي القشطه اللي طلعت من اللبن اللي احنا كنا غاليينه. انا اتفاجئت بيه اني بطلعه من التلاجة لقيته رايب، فخدت القشطه حطيتها لوحدها كده في طبق على جنب. وبعد كده جبت المقصوصه وهبدا ان انا اشيل قطع الجبنه او اللبن القاطع دون، وجبت طبق غويط واحط فيه بقى اللبن القاطع ده. بس طبعا لازم اشيله من الشرش بتاعه ويكون متصفي منه. يعني احنا ممكن نجيب برضو شاشة ونقلبه ونصفيه، بس انا هنا يعني كده ايه حبيت ان انا اشيله بالمقصوصة كده عشان خاطر برضو ما يبقاش متصفي تماما كده من الشرش الحليب. انا عايزاه برضو يبقى فيه شوية كده ليونة. ودلوقتي خلاص ما عادش غير الشرشة اللي موجودة قدامنا ديت، احنا صفيناها خلاص، دي اخر حاجة كده موجودة فيها. طبعا الشرش اللي طالع من الحليب دون احنا طبعا مش هنرميه، احنا هنستخدمه في حاجات كتير جدا، في المعجنات والمخبوزات، وطبعا وينفع كمان في الحلويات. يعني تقدري تاخدي منه وتعملي الكيكه طلعها لك هشه وطريه وجميله جدا. ودلوقتي قطع اللبن الرايب اللي احنا جمعناها ديت هنعمل منها احلى جبنه كريميه ممتازه جدا، وطريقتها سهله وبسيطه. هنجيب الهاند بلندر، وممكن لو انت ما عندكيش الهاند بلندر هتستخدمي الخلاط مفيش اي مشكله. ودلوقتي انا هنعمها كده لحد ما تبقى عامله معانا زي الكريمه. ومعايا هنا نص كوبايه من الزيت، واثناء ما انا بضرب كده هنزل شويه بشويه من الزيت. ومعانا كمان ربع معلقه صغيره من ملح الليمون هننزل بيها، وكمان نص معلقه صغيره من السكر. وبس على كده، دي كل المكونات اللي احنا هنضيفها للجبنه. وفي الوقت دوت برضو انت ممكن تحطي شويه من الملح. الملح ده بيكون على حسب الرغبه، اذا كنت بقى عايزاها ملحها خفيف او من غير ملح خالص، او الملح بتاعها يكون تقيل شويه، فده انت اللي بتحكمي فيه. اما بالنسبه لي هنا انا هضيف لها معلقه صغيره كده من الملح. انا مش حابه الملح بتاعها يبقى تقيل، انا عايزاه يبقى خفيف عشان تديني نفس مستوى الجبنه الكريمي اللي بنشتريها من بره. ويا ريت يا امارات لو لسه منورنا ما تنسوش تدعمونا باللايك. ودلوقتي هنضيف اضافه خفيفه كده بسيطه. الاضافه دي انت ممكن تحطيها وممكن لا، يعني دي على حسب رغبتك. انا هنا القشطه اللي طلعتها من اللبن هضيفها للجبنه، فطبعا الجبنه هتبقى معانا هنا غنيه بالدسم اكتر، فهتبص تلاقيها هتديكي نتيجه ممتازه جدا، والجبنه هتطلع معاكي كريمي جدا، هتبقى زي الجبنه اللي احنا بنشتريها من بره اللي اسمها كيري. بعد كده هنضربها بالهاند بلندر خبطتين كده لحد ما ندوب القشطه وتنعم معانا. واثناء ما احنا بنضربها كده بالهاند بلندر هتبص تلاقيها عملت بقى رغاوي كتير كده من فوق. في الوقت ده احنا هنوقف بقى ضرب وهندخلها التلاجة نسيبها لمدة ساعتين 2. بصي الرغاوي بدأت تظهر على الوش اهي القشطه بتاعتها، فالدسم بتاعها كل ما بتضربي اكتر كل ما تلاقي الدسم بيبان على الوش اكتر. ودلوقتي يا حبايبي ادي الجبنه معانا بعد ما طلعناها من التلاجة، شايفه بتلمع كده وكريمي وجميله جدا. شايفه سايحه خالص ازاي، زي الجبنه الكريمي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، واجمل كمان. على الاقل ديت نسبه الدسم اللي موجوده فيها كله دسم طبيعي، مفيش فيها اي دهون نباتيه. وكمان انت تقدري تعملي الخطوه دي في البيت، يعني مش شرط ان احنا اللبن يروب مننا بالصدفه، لا انت ممكن تجيبي اللبن وتروبيه وتعملي نفس الخطوات وتطلعي احلى جبنه. خاصه اليومين دول يومين مدارس، ومحتاجه طبعا ان انت تعملي سندوتشات كل يوم الصبح، فهتبقى حاجه مغذيه وصحيه وموفره جدا عن اللي هتشتريها من بره، وهتطلع معاكي كميه اكبر من اللي انت ممكن تشتريها جاهزه. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده ونال اعجابكم، واترككم في حفظ الرحمن.